السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله انا جبت لحمة جميلة من الجزار وهعمل فتة. قطعت عليها بصلة 4/4 وسبتها تغلي. هغسل بقى اللحمة واسقطها فيها. بسم الله. يا حبايبي حطيتها اهو، وحط عليها شوية فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. حط عليها فلفل اسمر اهو، واحط كده ورقتين روضة اهو كده، واغطيها بقى تستوي. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي عملت الرز بتاع الفته. عملته، حطيت تحت الزيت وغسلته وحطيته وحطيت الرز على الزيت. هحط انا بقى، بصوا، معلقه الملح اهي، احيقه. ودون الرز بتاع الفته. انا بحط عليه شويه فلفل اسمر، بيديله طعم جميل جدا مع الفته. حبه فلفل اسمر كده بس، بيخلي طعم الرز بتاع الفتة طعمه روعة، بيبقى طعمه جميل جدا. هقلبه بقى كده شوية، اشوحه على النار شوية واحط له عيار المية بتاعه عشان يستوي. انا قعدت اشوح الرز اهو، بصوا، بسم الله ما شاء الله عليه اهو كده. لا، انا بحط لكيلو الرز معلقة ملح مليانة على عينها. كيلو الرز عليه معلقة ملح مليانة على اخرها، بيطلع ايه مظبوط في الحضرية بتاعته ما شاء الله عليها. هبدأ بقى احط له الميه بتاعته اهي، بسم الله، واغطيه بقى، اقلبه واغطيه واسيبه يستوي اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله عليه. بس يا جماعه، انا دلوقتي حطيت اللوطه في الخلاط وحطيت عليها التوم اهو عشان اعمل الدمعه بتاعت الفته. هبدأ اطحنها كده، نقول بسم الله. دي كده فضيت القوطه اهي واسيبها تتسبك. وعملت هنا الدمعه يعني يا جماعه. تومه بتخلي طعم الفته روعه. طبعا بتقشري التوم وبتقيه وبتحمريه وتروحي تقشري الخل اهو، بسم الله ما شاء الله عليه. بيخلي الفته روعه روعه روعه. لما قلت لكم حطوا شويه فلفل اسمر على رز الفته، بيديها ريحه جميله، بيدي الرز ريحه جميله، وبيديه طعم جميل جدا، بيبقى حلو قوي مع الفته اهو. بصوا مفلفل وجميل ازاي، بصوا ما شاء الله عليه. ان شاء الله هحط بقى واوريه لكم. انا اول حاجه يا جماعه قطعت العيش اهو في الصينيه، هسمي الله كده واحط عليه الشوربه زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله. رز كده اهو اهو ما شاء الله عليه. بصوا، احط عليه الدمعه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هحط بقى التوم كده زي ما انتم شايفين التوم اهو ما شاء الله، بيديها بقى طعم يا جماعه. هي دي الفته البلدي الجميله اهو، بيديها طعم رهيب. بصوا يا جماعه، اهي الفته اهي، طعمها روعه وريحتها جميله، بسم الله ما شاء الله. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله عليها. وان شاء الله يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عشان يا حبايبي القناه تكبر بيكم ويوصل لكم مننا احلى جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.